بصوا بقى، قلت لجوزي ان انا عايزه لبس شتوي ليا ولولادي. خدني وداني مكان غريب قوي وقال لي انا هوديكي مكان ارخص من الوكاله. المهم فقلت ارخص من الوكاله يبقى اكيد في شغل مش قد كده. وداني مكان اسمه السوق الاوروبي. الصراحه اتصدمت من اللي انا شفته عند السوق الاوروبي. مبدئيا اي قميص من اللي انتوا شايفينه ده ب 200 جنيه. ب 200 جنيه قمصان رجالي. القميص زارا واتش اند ام وبولو وكل البراندات اللي تتخيليها، والقميص ب 200 جنيه. عايزه اقول لكم وانا بطلع القمصان من جوه متبطنه. يعني هو مش مجرد قميص بس، القمصان نظيفه جدا ومن جوه متبطنه زي ما انتم شايفين. اتش اند ام. ما كنتش عارفه اوريكم ايه ولا ايه ولا اجيب ايه ولا ايه، ده غير ان انا غطست جوه في المحل ما كنتش عايزه اخرج. القميص اللي انتم شفتوه اللي قبل ده، القميص ده قطيفه اصلي. القميص ده قطيفه اصلي. شايفين يا بنات اللبس عامل ازاي؟ الياقات بتاعه اللبس بتاعه القمصان من جوه متبطنه. في اللي متبطن فرو وفي اللي متبطن قطن. وحقيقي من جمال اللبس ومن جمال شياكة اللبس الولادي، خلاص انا اعتمدت المحل ده تقريبا، مش هشتري غير منه. عندهم كل انواع البنطلونات الرجالي، الجينز والجبردين والقماش وكل حاجه. الاسعار رخيصه جدا جدا جدا، ارخص من الوكاله بكتير جدا. وكل لبس براندات، ما عندهمش لبس نص نص او لبس زي ما بيقولوا كده تحت بير السلم. لا، اللبس كله براندات، كل الاشكال بتاعه الجينز وكل المقاسات. يعني انت جوزك طويل قصير تخين رفيع، الكلام ده هتلاقي عندهم كل حاجه وكل الالوان وكل الاذواق وكل حاجه. ده جبردين، ده بلوفر يا بنات. حتى البلوفر عندهم تحفه تحفه. انا مش هقول لكم اسعار، انا هسيبكم انتوا تخمنوا اسعار ومش هتتخيلوا ان الحاجات دي بالاسعار ده. بصوا البلوفر عامل ازاي. شايفين يعني انا خدت كميه لبس ليا ولولادي ما خدتهاش ولا اشتريتها قبل كده من مكان. اللبس اللي انتوا شايفينه ده كله زارا. يعني انا حتى قبل لما بوريكوا بشوف انا بعيني هو ده نوعه ايه، ده نوعه ايه. بلاقي زارا، بلاقي اتش اند ام، بلاقي بولاند بير، بلاقي اور. بصوا ده السويت شيرت. عايزه اقول لكم بقى السويت شيرت عندهم الرجالي يا خرابي، ده زارا برضو. يا خرابي على السويت شيرت الرجالي والقمصان. بجد بجد بجد، خدي خطيبك او خدي جوزك او خدي اخوكي وروحي السوق الاوروبي، مش هتندمي ابدا ابدا. ده انا هوريكوا اخدت كميه لبس رهيبه، مشيت كده بشوالين رفعهم على كتفي. بصوا يا بنات جمال اللبس وجمال السويت شيرت. انتي تشتري طقم بره مثلا بنطلون وبلوفر، طبعا الدولار سعره عالي جدا، وعشان كده جوزي اصلا مرضيش ياخدني. قال لي لا تعالي المكان ده لان الدولار سعره عالي جدا واللبس بقى غالي قوي. هتشتري طقم ب1000 جنيه، عندهم بقى بال1000 جنيه ده ممكن تجيبي 5 6 قطع. و5 6 قطع مش اي 5 6 قطع، ده 5 6 قطع نضاف جدا. عايزه اقول لكم ده بوما الاصلي. التيشيرت اللي انا مسكته ده بوما الاصلي. بصوا بقى يا بنات، ده اللي هي بيسموه مش عارفه، ده اللي هو بيسموه مثلا تيشيرت بكم، اللي هو بيتلبس تحت الجاكيت وممكن يتلبس على بنطلون جينز او تريننج او كده. بصوا تحفه تحفه تحفه. وعندهم كل الاشكال. بجد اللبس الرجالي خطير. انا اول مره ده ادخل محل استوكات او الحاجات اللي بيسموها استوكات والباله والكلام ده، والاقي الشغل نظيف جدا كده. الشغل كله نظيف. عارفين يا بنات مفيش قطعه واحده مش اي كلام. مفيش قطعه عندهم اي كلام. بصوا الشغل عامل ازاي. يعني انا في حياتي ما شفتش كده. بصوا بقى الجاكيت ده السويت شيرت الرجالي على الجاكيت. بصوا ده جاكيت جلد. شايفين انا اخدت ده لاحمد واخدت ده لاحمد برضو. بصوا عامل ازاي. كانوا تحفه على احمد واسعارهم رهيبه. بصوا ده اللي هو اسمه بيسموه الجوخ التقيل قوي ده. وانا اصلا بشيل الجاكيت مش عارفه ارفعهم يا بنات، تقال قوي مش عارفه ارفعهم، تقال الجواكت تقيله ودراعاتي وجعتني قوي. بصوا الجمال. شايفين الجاكيت بتاعت الرجالي عامله ازاي. شايفين يا بنات، ولادي ورجالي كل حاجه شايفين. وكل المقاسات بقى عندهم، تخين رفيع طويل قصير. بصوا الاحمر ده قمر، الاحمر ده قمر 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 قمر. عجبني بس احمد قال لي لا مش بحب البس اللون الاحمر. بصوا بقى ده جلد، دي اللي هي الجاكيت الطويله شويه. بصوا بقى يا بنات الجمال رجالي برضو. تخيلوا الاسعار ايه، تخيلوا الاسعار ايه. شايفين. كان نفسي احمد ياخد ده قوي بس برضو قال لي اللون مش عاجبني. بس عندهم شويه لبس يعني فظاع فظاع فظاع. انت لو خدتي جوزك بجد والجنس ده كان عاجبني قوي قوي. انت لو خدتي جوزك بجد هتجيبي له شويه لبس محترمين. بصوا بقى الحريمي. بصوا البلوفرز الحريمي وسعره
تحت 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 الارض. يعني انا جبت بقول لكم شويه لبس، كميه لبس. شايفين البلوفرز الحريمي، كل حاجه عندهم يا بنات. السوق الاوروبي ده كل حاجه عندهم. المكان كبير جدا، المكان ارخص بكتير. مش احنا يعني المتعارف عندنا ان الوكاله دي رخيصه قوي، لا المكان ارخص من الوكاله بكتير. بصوا عندهم كميه لبس رهيبه. شايفين انا مش عارفه ده ايه، ده اسمه ايه، كاردي. شايفين الكاردي ده عامل ازاي يا بنات؟ الكاردي الاولاني ده، الكاردي الاولاني ده عجبني قوي، بس نسيت اخده للاسف. علقته على الشماعه وبعد لما روحت نسيت اخده. شايفين الكاردي؟ والاسعار عندهم 100 و150 و200. بصوا لا لا اسعارهم رهيبه. بصوا الجمال. شايفين الكاردي عامل ازاي؟ قولي لي انت بقى لو دخلتي محل. شايفين برضو ده زي الرمادي بس اسود. بصوا بقى دي الدرسات السواري. يعني حتى لو انت عايزه سواريه عندهم دريسات سواريه بنات زي ما انتوا عايزين. لو انت بقى دخلتي محل، طبعا كلنا بنكح تراب اليومين دول. لو انت بجد دخلتي اي محل في الشارع وانت ماشيه كده، مش لازم حتى تشتري من مكان معروف يعني، ودخلتي اشتريتي بنطلون وبلوفر لجوزك او لخطيبك او لاخوكي، هتلاقي الموضوع جاب معاكي 800 جنيه. عارفه انت بقى بال 800 جنيه دول تشتري بيهم من عندهم 3 4 5 قطع. بصوا الجمال يا بنات. دي طبعا البوتات الحريمي عندهم، حتى بوتات حريمي كلها جديدة. شايفين جمال البوتات الحريمي؟ يعني حتى البنوتات هم مش حارمين البنوتات من حاجة. بصوا الجمال. تخيلوا بقى ان كل ده استوكات والكلام ده، الحاجات اللي هي البالة والاستوكات والحاجات دي، بس ده طبعا من عند السوق الاوروبي، وهو اسم على مسمى. يعني هو السوق الاوروبي، وهو فعلا تحسوا الحاجات انتي داخله محل في اوروبا، كل حاجة موجودة. شايفين جمال البوتات؟ البوت مفهوش خدش بالتيكت، مفهوش خدش. و200 برضو. يعني انا كنت واحد واقفه جنبي مش عارفه كانت بتسال على بوت، مش عارفه قال لها ب 200 او ب 300 حاجه كده. بصوا حبيت برضه اوريكم ان عندهم كل الاشكال وعندهم كل المقاسات، وبحر بحر بحر المحل، بحر المحل ملوش اخر. بصوا بقى يا بنات، دي الدرسات الطويله والسوت والحاجات دي. بصوا اللي هي السلوبات اللي احنا بنقول عليها جامب سوت وسوت ودرسات طويله. بصوا يعني حتى لو انت مثلا بتحبي تلبسي دريس وعليه جاكيت، كل حاجه هتلاقيها عندهم برضو. ايه الجاكيت دي؟ ايه الجاكيت دي؟ اسمها جاكيت. بصوا الجمال. شايفين؟ برضو بتلاقي لقط. بصوا بقى دي الجاكيت البنات برضو، جاكيت ماشي. دي الجواكت البنات يا بنات. بصوا عامله ازاي. بصوا دي جواكت بناتي بس فرو. بصوا الجمال. حاجات قيمة قوي يا بنات، قيمة قوي، والاسعار رخيصة قوي قوي. الاسعار عندهم بجد رخيصة قوي قوي. شايفين الجواكت البناتي عامله ازاي؟ دي جواكت بناتي يا بنات، والاسعار رخيصه جدا جدا جدا، ارخص من الوكاله بكتير. الجاكيت انا مش قادره اشيله، قسما بالله ما كنت قادره اشيله. عايزه بقى اقول لكم على مفاجاه كمان، ان انا هكسب 4 بنات قسيمه مشتريات بقيمه 500 جنيه. قسيمه مشتريات بقيمه 500 جنيه، هكسب 4 بنات. هحط لكم الاسم بتاع المكان تحت، واكتر بنوته هتعمل شير وتعمل لايك للمكان هتكسب قسيمه مشتريات بقيمه 500 جنيه. نختار 4 بنات. بصوا دي البنطلونات البناتي برضو الرياضيه والشروال والكلام ده. بصوا شايفين الجمال. دي برضو البنطلونات البناتي للبنات اللي بتحب اللبس الرياضي والكلام ده، وعندهم جينز، عندهم جبردين. دي الشنط. انا مش حرماكم من حاجه، انا الفيديو ده مش حرماكم من حاجه. دي الشنط والبورتوفيهات والحاجات دي. بصوا قولوا لي نفسكم في ايه وانا قولوا لي بس عايزين نصور في المكان الفلاني وانا انزل على طول. بصوا بقى دي البالتو البناتي اللي هي اسعارها تقريبا ببلاش. يعني هما بيبيعوا البالتو البناتي تقريبا ببلاش. والله العظيم ما كنت قادره ارفعهم من تقلهم، وباين عليا اصلا ان انا ايدي وجعتني، كنتش قادره ارفعهم من تقل الجاكيت. بصوا الجاكيت تقيل قوي قوي، فرو جوه وبره ومتبطن وزونت وحاجات غريبه قوي، وليله كبيره قوي سعادتك. بصوا الجمال. شايفين؟ ده كان حلو قوي قوي، ده كان عاجبني قوي، بس كان واسع عليا. حتى لو انت عايزه مثلا مامتك، عايزه لخالتك والكلام ده. بصوا بقى دي اللي هما بيسموه السويت شيرت البناتي. بصوا الاشكال كلها، اي شكل انت عايزاه موجود عندهم عند السوق الاوروبي يا بنات. المكان اسمه السوق الاوروبي. هقول لكم عنوانه تحت، هعمل منشن للمكان او هحط لكم عنوانه تحت. بصوا دي السويت شيرت البناتي، ودي الشميزات البناتي. كل حاجه عندهم،
كل حاجة عندهم وبرخص التراب. بصوا الشميزات دي يا بنات شتوي تقيلة جدا، وفي منها فرو كمان، يعني مش حاجات صيفي. كل اللي انتوا شايفينه ده الكاروهات عموما بيبقى معروف ان هو شتوي جدا، وكمان في منهم فرو وفي منهم متبطن. يعني كل اللي انتوا شايفينه ده شتوي يا بنات. شايفين الجمال ده كله بناتي. بصوا بقى ده الجاكيت القصير البناتي والبليزر، يعني ده جاكيت قصير جلد وبليزر للناس برضو اللي بتحب تلبس بليزر في الشتاء. هم موفرين لكم كل حاجة. بقول لكم انا خدت شوالين وخدت خدت بوت للوما وبوت لايلين. والله العظيم البوتات دي لو موجوده في مكان معروف لا تتباع ب1000 جنيه وب1200 جنيه البوت. انا كنت جايبه لهم العيد اللي فات كوتشي ب500 جنيه، جبت البوت من عندهم ب200 جنيه. انتوا متخيلين؟ بصوا الجاكيت وال الجاكيت الجلد والحاجات دي عامله ازاي. بصوا حتى الشال، عارفين الشال الامهاتنا بتحبه واحنا بنحبه قوي برضو في الشتاء، بنحب نفتكسه كده ونعمل منه اختراعات. الشال ده بصوا اللبس الاطفالي، اللبس ده كله متبطن برضو، تحس ان هو منفوخ ومتبطن كده. ده الاطفالي وكل المقاسات بتاعت الاطفالي واي سن يعني. بصوا ده الجاكيت القط والسويت شيرت القط الاطفالي الووتر بروف والفرو. وده البوت الاطفال. انا جبت شويه بوتات لولادي، جبت اللومه حته بوت والايلين. اللومه اخدت اللي شبه ده، بصوا اخدت اللومه اللي شبه ده. اخدت الايلين صغنن بقى، اخدت الايلين هاف صغنن، لكن اللومه اخدت لها طويل. بصوا متخيله بقى ان الحاجات دي ب200 جنيه، ان البوت ب200 و250 والكلام ده. بصوا ده برضو اطفالي سويت شيرت على شميز على مش عارف ايه. شايفين الجمال. والاسعار بتاعت الاطفالي بقى ببلاش والله العظيم يا بنات، ب50 والحاجات دي. الاسعار رخيصه جدا. بصوا الجاكيت، شايفين اللبس عامل ازاي؟ اللبس كله نظيف. بصوا دي البنطلونات، دي البنطلونات الاطفالي. وفعلا ما كنتش عارفه من جمال الحاجه بجد، انا تهت والمكان زحمه جدا وكبير وما كنتش عارفه اصور ايه ولا ايه. ده غير طبعا ان انا عايزه، انا بمسك الحاجه بلاقي الناس بتمسكها، فانا عايزه اخد اكبر حاجه لولادي قبل ما حد تاني ياخدها، فاهمين حاجه؟ وفي نفس الوقت عايزه اصور وعشان اوريكم عشان تستفيدوا، لان انا ما شفتش حلاوه كده. اهو البنطلون ده انا مسافه ما سبته والله العظيم رجعت ما لقيتوش. البنطلون ده الاتنين دول انا كنت اخدهم لايلين، رحت علشان اصور اكمل تصوير ورجعت وانا سايباهم مكانهم كده ما لقيتهمش للاسف، بس جبت حاجه مكانه. بصوا اخدته ده برضو واخدت ده الايلين، اخدت ده بس منه الكحلي الايلين. بص دي بوتات اطفال برضو يا بنات، دي بوتات اطفال بس دي لسه كان بيفتحها بقى وانا واقفه. بصوا ده كله اطفال، ده كله اطفال 200 والكلام ده و250 والحاجات اسعارها تحفه. والبوت ايه؟ البوت محمل كده ومن جوه فرو، بوت يعني مش بوت سوقي ولا اي كلام اللي بتشتريه من مش عارفه خلخال والحاجات اللي تحت السلم دي، لا البوت يعني. بصوا بقى المحل كبير قوي ازاي. المحل اسمه السوق الاوروبي، وبجد المكان تحفه وعندهم فروع في اماكن كتير قوي. هنكسب باذن الله 4 مشتريات. انا اتفقت مع صاحب المكان ان هنكسب 4 بنات، كل بنوته هتكسب قيمه كارت مشتريات بقيمه 500 جنيه تاخدي بيه اللبس اللي انت عايزاه. اهم حاجه تبقي جوه اللينك. المكان اسمه السوق الاوروبي، وهستناكم تقولوا لي رايكم تحت في الكومنت.